هذاك جمال مبارك هو ما جمال ما مبارك ما هو منحوس في الاصل. واحد الملاوط فاق الصباح قال لهم المغرب كوب دي موند لا كدوي على الكويت اللي في المجلس هذاك المجلس ولا المجلس سايق ما عندهم ما يدار. هاد لا بروفوكاسيون ديال زوج ريال هي اللي حنا ما نوصلوش النيفو نشرحوا لك هذا الشيء دابا. هاتوا المغرب والجمهور محيح ولكن المدرب اللي تري انتيليجون. الاصدقاء ديالي مرحبا بكم في هذا الفيديو. غادي نشوفوا اول تعليق واول ردة فعل عادل العمري المحلل ديال راديو مارس على الكويتي جمال مبارك اللي استفز المغاربه من بعد ما قال ان المنتخب المغربي اقل من 20 سنه كيزور الاعمار ديال اللاعبين وان عندنا لاعبين كبار في السن لعبوا في ديك الفئه. الشيء اللي ما عجبش الصحفي عادل رحموني اللي معاه في برنامج المجلس واللي نيض قرباله تاريخيه معاه واليوم جرد ديال عادل العمري. الاصدقاء ديالي ما تنساوش التعاليق ديالكم في اسفل هذا الفيديو. ما نطولش عليكم، فرجه ممتعه. على المنتخب الوطني المغربي الرديف اللي كيستعد غدا لربع نهايه كاس العرب. ماتش غدا مع سوريا. نحاولوا نديروا قراءه الظروف اللي دازت فيها المقابله ديال هاتوا المغرب، نشوفوا الماتش كيفاش داز القراءه ديالنا، ومن بعد نشوفوا القراءه التقنيه للمنتخب السوري غدا ان شاء الله، ومن بعد نهضروا شويه على كوب دافريك والاستعداد ديال المغرب لكاس افريقيا. نذكروا بان اليوم كانت ندوه مهمه جدا في مركز محمد السادس، ندوه الوطنيه حول دور الجمهور الرياضي في تكريم او تكريس القيم الرياضيه، مهم جدا. كان حضور بارز للمسؤولين المغاربه خصوصا وحنا على ابواب كاس افريقيا. غادي نحاولوا ندير واحد الوقفه مع هذه الندوه اللي كانت مهمه جدا، ونحن ننتظر كاس افريقيا والجمهور اللي غيكون في كاس افريقيا واللي غيكون هو المرآة ديال المغرب العالم كامل، العالم كله غيكون عينيه على كاس افريقيا. ونهضروا على اخر الترتيبات، كل الظروف اللي كتخلي المغرب يكون واجد 100% لاحتضان كاس افريقيا اللي غادي تكون من المنتظر باش تكون الاحسن في التاريخ ديال كرة القدم الافريقيه. كيف العاده الاطار الوطني المحلي ديال راديو مارس هشام العمراني. هشام اهلا وسهلا خويا هشام. اهلا وسهلا بك خويا عادل، تحيه رياضيه للجميع. الوغ نبداو بالمقابله اللي كانت مهمه. علاش؟ لان كان فيها ضغط كبير. الضغط جا من هاتوا المغرب جيبوا المغرب، تاقوا في راسهم شويه السواعده، قالوا صافي حنا هما اللي كنخلعوا، حنا اللي غنتحكموا في كل شيء، وحنا اللي غنكاليفيو اللي بغينا. هاتوا المغرب كلاو قتله ربانيه. صدقنا حنا اللي هاتوا ماشي المغرب، هاتوا السواعده، هاتوا اللي بغيتوا. السعودي وينو دقدقنا عينو. المهم نهضروا شويه ربحنا، حنا ماشي حماق، ربحنا ولكن عندنا بزاف ديال الامور اللي خصنا نقادوها ونصيبوها باش نوصلوا للمباراه النهائيه ونديو الكوب، لان ما ينتظرون اصعب بكثير من داك الشيء اللي فات. اولا القراءه ديال كيفاش شتي الماتش بغض النظر على 1-0 الانتصار ديالنا اللي كان مهم، كيفاش شتي المقابله والاطوار ديالها تقنيا قبل ما نهضروا على الديتاي؟ اولا 3 نقاط بالنسبه لنا كانت مهمه لاننا نحسموا في المقابله. ذكرتي كل ما سبق المقابله والامور اللي دازت من خلال بعض الرسائل ديال الجماهير السعوديه، وهذا كيبقى حق مشروع لكل منتخب وكل جمهور كيبغي لانه البلد ديالو هو اللي انتصر. بالعكس انا كنشوفها شي حاجه ايجابيه، شي حاجه زوينه. رواج واتو المغرب وغناو الشطيح، هذاك الشدان زوين، ما فيش تنقيس، كاين الشدان الباسل، هذا شدان زوين، ما فيش تنقيس، ما فيش سبان، ما فيش قله احترام. زوين كيدير شويه الرواج، كيدير سسبانس وكيخلي عثاني حتى خرج داك الشيء اللي عندك. كل واحد كيبغي يتحدى ويخرج وداك الشيء مزيان. وهادو بعض لي ميساج اللي كيعطيوك اكثر عدد ديال بحال كيديروا لك مثلا واحد العنوان ديال واحد الفيلم وكدير ليه الترويج ديالو قبل ما تدخل ذاك الفيلم. يعني وهذا اللي خلت هذاك الماتش اللي هاتوا المغرب يكون هو بالنسبه ديال عدد الجماهير 78 توب. وما تنساش راه ملعب لوسيل من اكبر الملاعب اللي كاينه في قطر، 78,000 متفرج. هو كيهز 88,000 باش يعني تعمروا 78 في مقابله
بين المغرب والسعوديه كوميم، والمغرب اكثر فوا 3 ولا فوا 4 من الجمهور السعودي. السعوديه في الدوره، السعوديه في الدوره قريب لهم الحال، الطياره ديال ساعه الا ربع هما في قطر، يجي يتفرج ويرجع في حاله. ولكن المغرب هو اللي بحال حنا اللي قرب لقطر ماشي هم. علاش دابا هي تصنفات ماشي نقولوا من بين احسن، ولكن ربما احسن مقابله، ما سبق المقابله وما حدث اثناء المقابله والاجوبه اللي كانت من طرف الجماهير ديال المغربيه اللي ردات على الجماهير السعوديه. دونك حنا الحرفه ديالنا هي كوتو كان سسبانس دائما. ديك الريمونطادا عندنا حنايا كنخليو الناس على انهم هما يسبقوا الشتان ويسبقوا بعض الاستفزازات كرويه، ولكن من بعد العبره بالخواتيم كما كيقول الميدان حميدان، ملي كطيح في التيران طيح معايا كتنتصر، ومن بعد ديك الساعه كيبقى لك الحق الكبير على انك تتكلم كيف ما بغيتي. وهذا شيء ايجابي في بلدان عربيه شقيقه مع بعضياتها، تيكون شدان زوين في اطار رياضي، ما فيش تنقيص، ما فيش تجريح، ما فيش سبان. هذا شي حاجه مزيانه للبطوله ومزيانه هو ما تكونش البساله وما يكونش الدصاره بحال دابا هذاك جمال مبارك. هو ما جمال ما مبارك، ما هو منحوس في الاصل. واحد الملاوط فاق الصباح قال لهم المغرب كوب دي موند لا هذا الكويت هذاك المجلس ولا المجلس سايق وما عندهم ما يدار. هاد لا بروفوكاسيون ديال الجدريال هي اللي حنا ما نوصلوش النيفو نشرحوا لك هذا الشيء دابا. لا هما دخلوا في واحد الضيبه بيناتهم، لا ولا في واحد البساله، دخلوا في نقاش غير هاد البساله. بعد ديك الحلقه انا شفت غير مقطع فاش هو قال هذيك الهضره، حيت هو بغى يقول هذيك الهضره، ولكن ما يمكنش شي واحد عاقل يهضر على هذا الشيء في 2025 الا كان باقي هو عايش في السنوات ديال السبعينات والستينات في لافريك، في جنوب الصحراء ديال لافريك. انما دابا كنظن هاد الشيء قبل ما تفكر فيه وفكروا فيه هما التطور دابا قبل يوقفوا معاه يقول لك فوقاش الزيت وفوقاش مي بون ما ندخلوش في هاد لي ديتاي ديال البساله. مي فاش كنبغيو الشدان تشد فيا ونشد فيك سي با كاف، دور لك السلطه وتقول لي ونقول لك. ولكن في التيران كنشوف كل مدرب والقناعات ديالو والفكر ديالو ان هاتوا المغرب والجمهور محيح، ولكن المدرب اللي تري انتيليجون فاش دخل معاك ما دخلش ليكيب، دخل هاد 5 ولا 6 قال مريحوا خوتي نتوما عندي ما ندير بكم دابا انا مكاليفي، سير دخل لي الاخرين قريبهم بحال الاردن، بحال كاين اللي دارت معاه الاردن دخلوا الدراري الصغار وكذا دارت معاهم شدوا المصريين عطاو قتله. السواعده خلى الحريفي قال لهم ريحوا حيت باقي عارف جايين والماتشات باغي يمشي حتى هو مع هاتوا المغرب لانه حريفي. حنا هنايا قضينا الغرض، مي ابار سا نهضروا شويه في التكتيك والتكنيك، ان حنا واخا ربحنا ما عجبناش الحال. انا كنقول لك لا كيفاش حنا كان خصنا نربحوا بجوج، لا كيفاش هما اللي كانوا غير ماركيو، ولا كيفاش هما اللي شدوا حنا رجعنا درنا بلوك با. واخا كنظن بان المغرب ولات لا سينياتور، يمكن وليد عرف شنو خص المغرب واحد المنتخب كانت خارجه عنا شويه العياقه، وحنا المغرب ونشدوا الكره ونديروا لو جو كذا في الاخر طق ايليا تقصيتي. كنظن باننا وصلنا النيفو وكاع الالقاب اللي ربحناهم وكاع المستوى الكبير اللي وصلنا بالطريقه ديال اللي دارها هو والد ركراي. كنرجع كنديفوندي كنوقف مزيان، بعد لا ترانزيسيون كنمشي في لو روبلي طنطن كان ماركي كنربح. شفناها في U20 درناها بلا بيرفيكسيون، شفناها في كوب دي موند 86، شفناها في U17 اللي مشينا بها. هي نيت باش ربحنا المنتخب السعودي تماما. يعني نجاوبك على الطرح اللي ذكرتي في الاول ديال هذاك الديبا اللي وقع. هو قبل ما ندوزوا للمنتخب الوطني والاداء ديالو امام المنتخب السعودي، هو كان واحد الضيبه اللي بالنسبه لي انا ما كانش كاع خصو يوصل تما. يعني عرب افريقيا عرب اسيا، شكون اللي حسن شكون اللي ما حسنش. لا ما تقولش لي عرب افريقيا، هي مساله عاديه. احنا عرب افريقيا منين؟ عرب نيوزيلندا، عرب افريقيا منين؟ عرب اوقيانوسيا. خصنا نكونوا معترفين بها ومفتخرين بها، لاننا عرب افريقيا وكاين عرب اسيا، وفي الاخر كنبقاو كاملين عندنا يعني لهجه وحده وكنفهموا بعضياتنا. هو الكويتي من اللي حصل هو ذكر على انه البرازيل السياد الكره في العالم. الاخر المغربي قال لي لا ما تقولش السياد لا عليكم انتم ماشي علينا حنا راه فايت انتصرنا عليهم في طنجه
وحنا راه تنقاوموا فروق منتخبات كبيره، وخير دليل على اننا كلاسينا كاتريام في العالم وغادي خدامين في اطار مشروع وكذا. هو ملي زلقات لي ديك الكلمه ديال التزوير زلقات لي على اساس نفاعل، ولكن بغى يقاد في الاخر قال لي لا، راه حيت هذوك الفئات السنيه كيقوموا بهذه العمليه ديزون، نساو على انه الناس راه بدات امورها وقادوا الامور، ودابا راه ولا داك الشيء في افريقيا ما بقاش ولا داك الشيء مقاد ولا داك الشيء مقاد. ولا جينا نهضروا على هذا الشيء، راه كوب دافريك اللي تلعبت في قطر حتى هذاك الكابيتان ديال قطر هذاك موسطاش هذاك راه بوت هذاك باين يلا واش نديروا معاه يا قطر ما يقدرش يقول تما، لانه ما يقدرش المجلس ديال ما يبقاش يرجع ديال كوب دي موند ديال 2026 فهمتي. دونك هذا كيبقى ان ديبا المجلس في الاصل كله مدرع، واحد شبعان كبسه ناعش كيشخر، واحد تيمشي بدا عادي سالي نقبهم تما، وذاك عصام الحضاري تما داير هذاك الشيء ديال لا ما معاهمش هذا العام عصام الحضاري دار واحد الحلقه لا ما معاهمش بغى يتشانق مع واحد وكيسب فيه شويه، جا هذاك الاخر كاين بركات هذا العام، هذاك الاخر سميتو الاخر بركات طلع عليه كاين مطلع عليه كان فيه في 2021 كان الحضاري الاخر سميتو هذاك ديال جزر القمر تكا هذاك بوحدو نعاس كاع ما قال لهم انا ما تفرجش، قالوا لي علاش؟ قال لهم كنت ناعس كان نايم ولكن ولا محبوب على كل شيء. لا حيت كل حلقه كيوصلوا الهدايا وكيوصلوا الالعاب، لانه العفويه ديالو الهدوء ديالو الطريقه ديالو ما شاء الله عنده قبول كبير. ولكن عادل انا من المعجبين بهذاك البرنامج فيه واحد البساطه، انا كنتبعو فيه واحد البساطه، واحد الجلسه بحال جالس في الصالون ديال الدار عندكم وكتناقشوا داكشي على اي هذا كيبقى موضوع نخليو جانبا ندخلوا انا ودخلت تفرجت في الانترفيو اللي دار يايا توغي، معجبني نيفو طالع، وشت لونتروتيان ولا سميتو داروا مع بن عطيه في كانال بلوس، نيفو طالع زعما نختلفوا مع مهدي في بزاف د الحوايج، ولكن السيد كمدير رياضي قاضي الغرض، النيفو طالع، لا فيزيون كومون سا سباس، كيفاش الفرقه، كيفاش جاب اللعابه، كيفاش النيفو طالع. ويا توغي تفرجت فيه كتسمع قال لك سيدي هو كلاعب دا كل شيء تشامبيونز ليغ احسن لاعب 4 المرات، توب هو الاول، 4 احسن لاعب في افريقيا، 4 ديال لي بالون دور كذا، قال هادشي كله زوين، ولكن اهم لحظه في حياتي واهم تيتر ربحته هو كوب دافريك ديال 2015. هنا كيبين لك القيمه ديال شنو كيتسنانا. وي بيان سور خصك تفرض راسك بعدا في القاره ديالك. بيان سور يعني كوب دي موند راه كتمشي كتقاتل باش كتنافس على الاقل كتقول نوصل لادوار متقدمه، لانه في السابق اسيا ولا افريقيا من الصعب على انك تكون في مربع الذهبي. كنعرفوا المربع الذهبي اوروبا وامريكا الجنوبيه، البرازيل والارجنتين، ولهذا فالقاره ديالك لازم انك تسيطر فيها وتكبر فيها باش من تما تمشي تقلب على حاجه ابعد واكثر من القاره ديالك. نرجعوا عادل كما قلتي المباراه ديال السعوديه، فانت ذكرتي واحد القضيه على انه ولينا كنلعبوا بالبصمه ديال وليد الركراكي اللي هي الان بلوك كومباكت، ونلعبوا على لي كونتر. انا كنظن على ان طارق سكيتيو ماشي من النوعيه ديال المدربين، مي في هذه المسابقه لعب على عكس الطبيعه ديالو. بمعنى هو في الشان كان كيلعب الكره الجميله، الكره مبنيه من الوراء، لاطاك بلاسي، كنمشيو من اليمين من اليسار من العمق، كانت فرجه، كانت متعه، كانت اهداف. في المباريات الوديه كذلك، لا في الفرق اللي كيلعب لهم كذلك عنده فكر واسلوب هجومي. ولكن بعض الاحيان الظروف ديال المسابقه والظروف ديال المباريات كتفرض عليك انك تلعب ضد الطبيعه ديالك، كما طرا في المقابله ديال السعوديه. انت كتظن بان طارق سكيتيوي مدرب اللي كيلعب فيغ لافون، كيلعب الهجوم، عنده اللمسه ديالو للامام؟ متاكد من هذه القضيه؟ فين انت اللي مشيتي لانه كيلعب دفاعي من غير بركان. كانت عنده فرقه كتهرس الحجر، وكان كيديفوند وكيمشي لي بالاريتي. بركان عندهم واحد الهويه. هو شكون دارها؟ هو كيدير هو لا الهويه كاينه عند نادي. الفرقه حتى في المنتخب. لا البركان جاتي بركان كانت عندها واحد الهويه، وكانوا عندها واحد الادوات ديال هذاك لو سيستيم دو جو. ولكن انت ملي كدير في البطوله خصوصا البركان وتطوان والماس بلوك كونتر،
والبالا لا ماشي ديما عادي دابا لا دابا قول لي انت فاش ممكن المحل اللي بلا ما تهضر على المحل كفكر ديالو ما عندوش هذا الفكر. هو ممكن على انه بعض المباريات يحتموا عليه على انه يمشي في هذه القضيه. علاش قلت لك انا يلعب لانه ضد الطبيعه ديالو. ماشي كاع المباريات غادي تلعبهم بواحد الاسلوب وبواحد الفكر هجومي وغتلعبهم بواحد الجرأه هجوميه اكثر من اللازم، ولكن ممكن على انه تجيك بعض الظروف، تجيك بعض الاصابات، تجيك بعض النواقص، تجيك واحد المباراه من المباريات باغي تاخذ منها واحد النقيطه غتلعب ضد الطبيعه ديالك، حاجه طبيعيه. غتبدل الاسلوب ديالك، غتبدل الادوات ديالك. الفرق فين كاين الفرق؟ الفرق كاين فاش كتلعب انت الفافوري تالف بحال دابا فاش كنهضروا على البطوله هذيك الشان وبالنسبه لك غتمشي دير لو جو دوك ما غاديرش لو جو في الشان. اذا الحماق هذا حيت انت لاعب انت المغرب كلشي غادي يتسناك وانت هذا بز مفروض عليك. انا عطيني في الماتشات اللي كتكون 50 ولا في الماتشات اللي غتلعب مع منتخب صحيح هذيك الساعه كنشوفوا الافكار. واش انت غتفرض الفكر ديالك انا غتمشي لاطاك وانت دير لو جو وهذه هي الطبيعه ديالك، ولا بحال دابا حنا لاعبين مع السواعده هو عارف بان ايغفي غونار ماشي حماق ما غيدخلش لي ميور جوار غيلعب نورمالمون. بهذا الشيء اللي قلتي انت خصو هو اللي كان يشد يدير لو جو ويمشي حيت هو اللي كيقلب على يكون متصدر. شنو العكس لانه هو كيفكر انه يدير بلوك با ويمشي الكونتر. ولكن انت راك لاعب مع منتخب سعودي، لاعب مع منتخب سعودي محترم. شكون اللي خصو يربح؟ لا منتخب شكون اللي خصو يربح مع الورق؟ شكون اللي خصو يربح؟ راه بجوج خصهم يربحوا. ولا دخلنا على البارح شكون اللي خصو يربح؟ شكون اللي خصو يربح الاردن ولا مصر اللي خصها تربح؟ ربحت الاردن ما عندها علاقه. كاين فرق ما عندها علاقه. انا بغيتي تقول لي شكون اللي محتاج احنا محتاجين نقيطه. لا غتدخل تلعب التعادل مثلا راه بالطريقه اللي نلعب بها لعبنا التعادل حنا. لا السيستم دو جو لا بلاتي لا الاسلوب اللي لعبنا به لا السيستم لا الاختيارات كنا لاعبين على القيطه ديال التعادل. دابا انت اش قلتي لي الطبيعه ديالو هو كمدرب كيمشي كيلعب الكره ويمشي لافون ياك. قلت لك انا لا. شنو هي لا؟ هي مثال الاردن راك شتي هما اللي داروا لو جو. الماتش ديال زوزرقم غفلناهم جوج ديال لي بالاريتي والدوزيام ترجع للور ومشى كتهضر مع الاردن كتهضر مع خلي الاردن هضر معايا على المغرب. الاردن ما جبتش الاردن. انا ما جبتش الاردن انا فوقاش خويا انت الا قلتيها دابا قلتي الاردن مشاو داروا جو مشاو لعبوا. لا خلي انا كنهضر لك مع المغرب مع عمان ومع جزر الخمور. ما جبتيش الاردن. ما قلت انت اللي جبتي الاردن. انت اللي جبتيها قلتي الاردن لعبوا الاردن دير الفار. دابا عاد الكلمه انا كنهضر على المغرب. المستمعين كيسمعوا المغرب الاردن شنو تقول مع الاردن حنا دابا خليني نعطيك مثال انا بالاردن. انت عطيتيني مثال بالاردن ما بغيتيش انا نعطيك مثال بالاردن. الاردن راه مجموعين واحد المده ديال 3 ولا 4 ديال السنوات هما غاديين كينافسوا بطولات اسيا فينال ديال كاس اسيا اقصائيات ديال كاس العالم. كدوي على واحد المنتخب جمعوا واحد 4 ولا 5 ديال السنوات. هادو اللي يلعبوا مع مصر ما عندهم علاقه. يلاه جاو من يلاه جاوهم هادو كلهم ديجا انا صاحبي يلاه جابهم اول مره. تخليني نكمل الهضره ديالي خليني نكمل باش تفهمني. ولا قول يا انا بقى معايا في داك الشيء اللي كتقول انت ما تبقاش تخرج ليا. هضر معايا على السكيتيوي. غادي معاك قلتي لي السكيتي. دابا حنا كنهضروا في كره القدم ما نحتص لك انا الهضره ديالي على السكيتيوي. اش قلتي لي السكيتيوي مدرب كيلعب ضد الطبيعه ديالو. قلت شنو هي الطبيعه ديالو؟ قلتي لي ديفيني على الاردن عاوتاني نمشي السكيتيوي باش نمشي معاك. دابا انت بغيتي ترجع لا كنهضروا في موضوع ديال كره القدم عنده علاقه بالمنتخب الوطني في السكيتيوي وبالمنتخبات اللي كاينين تما. زيد الاردن ما عنده علاقه. تقول لي الاردن زيد ها الاردن ياك واشرح لي تكنيكمون وما ديرش لا بريسيون. انا اسكت انا اسكت. بغيتي نخليك تشد على خاطرك ودير كونترول وتدور وتعطي باس. لا تزحم نقدر نخرجها. خرجها ما كاينش مشكل خرجها ولكن باش الناس يستافدوا معنا ويسمعونا مزيان. انا معك خرج. هو الاردن عادي شحال هما مجموعين. دابا تعطيتيني مثال قلتي لي حنايا ملي لعبنا مع السعوديه لعبونا بالدوزيام ايكيب وكان خاصنا حنايا نلعبوا الكره ونمشيو للامام لاننا محتاجين النتيجه ونفرضوا الاسلوب ديالنا ونعطيو بزاف ديال لي زوكازيون ونكون اقناع. ياك هذا هو الكلام ديالك مزيان. هادشي اللي قلتي انت في الاول. اش قلتي انت؟ وانا ما خليتنيش نكمل. قلتي بان طارق لعب الطبيعه ديالو لانه الماتش هي شنو الطبيعه ديالو؟ الطبيعه ديالو لانه المدرب اسلوب هجومي فكر هجومي. هي اللي قلت انا قلت لي خصو يكون. عطيتيني انت مثلا بركان رد معاهم الاتحاد الافريقي بركان باش من الفكر بهذا الفكر اللي قلتي انت ولا الفكر اللي قلت انا؟ مناقشه مقابله بمقابله. خليني لا انا كنهضر لك على الفكر. ما يمكنش انا مثلا ما تهضرش لي على ماتش. انا كنهضر لك على الفكر ديال المدرب. ما يمكنش انايا راه تيجي الا لعبتي مع الارجنتين ولا لعبتي مع السبليون راه بالزمن لك غترجع. لا راه الا لعبت ولكن انا دابا انا كندوي انا على نهضرت بركان لعبت الاتحاد الافريقي
دارت مع الاتحاد الافريقي راه ماشي غيلعب هو مع مانياما كيف غادي يلعب مع الصفاقسي ولا غادي يلعب مع غيلعب راه كيتبدل. انا كنهضر لك واش انت كاينه بوحدك كتبقى تمشي لاطاك بوحدك راه عاد خصك تلعب بتوازن عادي تمشي لاطاك او ميم طون يكون التركيز ديالك على المستوى الدفاعي. ولكن هو كبروفيل مدرب اللي كيحبد الكره الهجوميه حتى لو سيستيم دو جو ديالو راه كيلعب جوج ديال لي زيكسونطري ودوز اتاكون كيختلفوا مثلا من اسم لاسم ومن توظيف لتوظيف. هذه نقدر نناقشها معاك كاين بعض الملاحظات ولكن كفكر بالنسبه لي انا طارق السكيتيوي من المدربين اللي عندهم فكر هجومي وعندهم متعه كرويه كيبغي الكره على مال هو كان اريار غوش اريار دروار السيد كان 10 عندها علاقه وراه قول تمشي لفير لا قول عادل كيبقى غير وكاينين مدربين اللي كانوا علماء الكره ما عمرهم مشاو عادل قول والله الا كل شوف كاين واحد القضيه كاين واحد الملاحظه مهمه في التدريب عادل لعاب داز اونسيان جوور المركز ديالو والله العظيم الا كيمشي بهذاك الفكر ديال ذاك المركز ديالو ودوزت انايا ودوزت مع مدربين لا داعي لذكر الاسماء ديالهم كيكون جول كيبقى يخدم بك البلوك ديفونسيف جليس من كوتي بالون كذا غطي سد لا من هنا كذا كيدخل فيك هذاك الرعب ديال انه ما تماركاش عليه لانه كان جول ديما خايف. ولكن ملي كتمشي كتلعب مع كتدرب مع ان ميليو تيرا مثلا داز اونسيان ميليو تيرا ولا اونسيان مثلا اتاكو ولا ايلي كيكون عنده ذاك الفكر الهجومي كيمتعك كيمشي معك الكره. ولكن هذا الشيء كامل الا ما كانوش عندك ادوات ديال النجاح واخا يكون عندك واخا نهضروا على الماتش ديال السعوديه الفكر ديال هذه المقابله